ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة وكمان على كد الايد. اكلة كده سعودية بحتة من ايام الزمن الجميل وروايح زمان. شايفين المنظر؟ بالامانة كده خطيرة، ولو عملتها مرة مش هتبطلوا تعملوها من كتر طعمتها وحلاوتها. فيلا بينا كده نشوف هنعمل الأكلة التحفة دي مع بعض ازاي، واحدة واحدة. يلا بينا. معايا هنا نص كيلو من الفول المجروش. هنعمل النهاردة مع بعض البصارة بالطريقة السعودية الأصلية. نص كيلو الفول المجروش هنغسله كويس خالص مرة واتنين وتلاتة. أنا مش هنقعه في المية، أنا هستعمله ناشف زي ما هو كده، لأن في ناس بتحب تعمله منقوع. فلو انت حابين تنقعوه هتنقعوه كده مش أقل من 6 ساعات أو من بالليل للصبح. لكن أنا غسلته كويس وهستعمله زي ما هو كده ناشف. استعمل معاه بصلاية كبيرة مقطعة مكعبات، وحوالي كده 10 فصوص من الثوم. دي أول المكونات بتاعتنا اللي هنستعملها في البصار. هنروح بقى على البوتاجاز وهنحط الحلة بتاعتنا على النار، وفيها كده كمية حلوة من المية. وهننزل بالفول المجروش بتاعنا اللي احنا غسلناه زي ما قلت لكم وناشف زي ما هو، انا مش نجعان. هنزل بكل الكمية بالشكل ده. النار في الاول بتكون عالية لغاية الكلام ده كله ما يغلي مع بعض. فانا هكون معليه النار الاول وهننزل بالفول، وبعد كده هننزل بالبصل والثوم، وهسيبهم كده على النار لغاية ما يغلوا. أول ما يغلوا هيطلع معايا رغوة بالشكل ده، هنبتدي نشيلها واحدة واحدة. هنشيل كل كمية الرغوة. بعد ما كانت النار عالية هنبتدي بقى نهدي النار. لازم تهدي النار عشان الفول ما يشتش معاكي في أرضية الحل. خلاص هدينا النار، هنغطي الحلة مش هنكتمها، هنسيب فيها كده مسافة عشان ما تفرش معايا. ومن وقت للتاني كده اديها تجليبة. وبس كده نص ساعة على النار هتكون استوت معاكم بالمنظر ده. بالأمانة لو عملت الفول وهو ناشف من غير نجع بتفرق جدا في الطعم، بيبقى الطعم أحلى وأحلى. لو عندك هاند بلندر هتبدأ كده في باقي الخطوات وتفرميها وهي ساخنة بالشكل ده. أنا طبعا ما عنديش، فأنا هبتدي عليها كده، لا أسيبها لما تهدى وتبرد، وبعد كده هبتدي أكمل باقي الخطوات وهفرمها في الخلاط. بعد ما بردت معايا هاخد كل الكمية وهبتدي أكمل الأكلة بتاعتنا. طيب لو انت الكمية دي كبيرة عليك وعايزة تخزنيها هتشيليها في الفريزر، هتاخدي منها بعد ما بردت وتكيسيها وتشيليها في الفريزر عادي جدا. ولما تيجي تستعمليها وتطلعيها هتعملي باقي الخطوات مع بعض كده زي ما احنا هنعملها. انا بعد كده هستعمل معاها ملوخية ناشفة اللي هي الملوخية المجففة. طبعا كمية الملوخية على حسب ما انتوا حابين. انا ضفت الاول هنا 3 معالق كبار مليانين، وهابتدي أفرمهم. وهاشوف بقى أنا عايزة أزود تاني ولا لأ. وهاضيف كمان معاها حوالي كده نص حزمة من الكزبرة الخضراء بالشكل ده. في ناس بتحب تعملها بخضرة بس، في ناس بتحب تعملها بملوخية بس. جربوا الوصفة دي الاتنين مع بعض وانت هتشوف الطعم وحلاوته. فرمناهم في الخلاط. اللون ده كده تمام للي حابب اللون ده. احنا بنحب الملوخية زيادة شوية في الوصفة، فانا زودت كمان معلقة كبيرة من الملوخية الناشفة. وبرضه هرجع افرمهم في الخلاط كده اللون ده كده تمام معايا. هنفضي كل المكونات دي تاني في الحلة بالشكل ده. القوام برضه على حسب ما انتوا حابين، وممكن برضه في المرحلة دي تخزنوها في الفريزر. يعني ممكن تخزنوها وهي لسه قبل الملوخية، ممكن تخزنوها وهي بعد الملوخية. ولما تيجي برضه تستعملوها هتكملوا باقي الخطوات واحدة واحدة زي ما احنا هنعمل. القوام كان تقيل شوية فانا بدأت بقى ازود مية. انا زودت ميه عشان انا عاملاها صيام، لكن انتم ممكن تزودوا في شوربة فراخ او لحمة لو متوفر عندكم. او لو مش متوفر بقى هتزودوا ميه زي ما انا زودت. هنحطها على النار. النار بتاعتنا بتكون وسط. وبعد كده برضو حسيت ان القوام هنا تجيد فهزود كمان ميه. المية على حسب القوام اللي انتوا عايزينه سواء خفيف او تجيد، لكن البصارة لو القوام بتاعها وسط بتبقى احلى واحلى. خلاص زودنا المية بتاعتنا، وصلنا للقوام المطلوب اللي احنا عايزينه. هبتدي بقى انقلها على العين التانية. الاول هحط الملح، وهحط كمان كده فلفل اسود، وهحط كمون. طبعا المقادير على حسب الطلب، يعني على حسب الكمية بتاعتكم هتحط. انا الكمية دي حطيت عليها معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وحطينا كمان هنا مكعب مرقة خضار. حابين تحطوا مكعب مرقة لحمة او فراخ برضو تمام اللي يريحكم. هنقولها بقى على العين التانية وهنبتدي نحضر الطشة بتاعتنا. طاسة حط فيها حبة كده من الزيت حلوين، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من التوم المفروم. هتقولي لي لا البصارة بتتعمل بالبصل، هقول لك لا احنا بنعملها بقى بالثوم. دي طريقة امي الله يرحمها، وبالامانة كده وصفة خطيرة. اللي مجربهاش بطشة الثوم قبل كده يجربها ويقول لي بقى رأيه ايه في الكومنتات.
هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة وكمان رشة كده من الملح وبس كده. هنحمر التوم لغاية ما تاخد كده اللون الذهبي الحلو معانا بالشكل ده. دي أكلة النهاردة البصارة الصعيدية البحتة بالطريقة الأصلية، طريقة زمان وروايح زمان. اعملوها بنفس الطريقة وإن شاء الله هتدعولي. حشت كده حبة تومة هخليهم كده للتزيين على الوش، وهنبتدي بقى ننزل بكل كمية التوم على الحلة بتاعتنا الطشة بتاعتنا كده. شايفين بقى؟ تعالوا شموا معايا الريحة، بالأمانة كده الريحة بتجيب آخر الشارع. أكلة سهلة على قد ايديكي، مش مكلفة، حرشة وكمان خطيرة. هنسيبها على النار كده تاخد غلوة وبس كده. البصارة بتاعتنا هنقدمها، حابة بقى تقدميها في بولة كبيرة تقدميها في بولات صغيرة على حسب كل واحد بالبولة بتاعته اللي يريحكم. انا غرفت كده، شايفين شكل البصارة وطعمتها وحلاوتها؟ حاجة كده فاخر من الآخر. أكلة حرشة خطيرة. هنحط بقى هنا التوم بتاعنا اللي احنا الحبة اللي أخدناهم على جنب كده على الوش، بتدي طعم طبعا وشكل أحلى. بصارة يعني بصل أخضر، طبعا مش متوفر البصل الأخضر حاليا، فهنجيب البصل الناشف هنقطعه كده شرايح وهنقعه في مية وخل وبعد كده هنقدم حبة جرجير بقى، حبة أي نوع خضرة انتوا بتحبوه، حبة مخلل. انا كان عندي هنا مجدوس ليمون عملناه مع بعض قبل كده، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. شطة كده على الوش للي بيحب الشطة. وهاتوا بقى قفص العيش بتاعكم وكلوا بألف هنا وشفا. بالأمانة كده أكلة خطيرة حرشة شعبية. لو محتارة مش عارفة تعمليها أكل وعندك فول مجروش، يلا كده قومي اعمليها بنفس الطريقة ونفس الخطوات وهتاكلوا أحلى أكلة. واكتبوا لي كمان في الكومنتات انتوا بتعملوا الطشة بتاعتها بالثوم ولا البصل، وبتعملوها بنفس الطريقة دي ولا ليكم كمان طريقة مختلفة؟ يلا كده عشان نستفاد من بعض. وتعالوا كلوا معانا بألف هنا وشفا. بالأمانة الأكلة دي لو عملتها مرة هتدمنوها من كتر طعمتها وحلاوتها. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار صون. ويلا كده ادعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير. باي باي.